لو لسه ما عملتيش ليمون لحالا ومش عارفة تعملي ايه، والليمون حالا كتير قدامك وسعره كويس، تعالى اقول لك تعملي ايه. كملي الفيديو معايا الاخر واعملي متابعة للقناة ودوسوا لايك، ربنا يكبر بخاطرك، يلا تعمل متابعة للقناة. طب هقول لك على طريقتين اتنين لليمون تعملي بهم احلى ليمون. برطمان تعينيه رمضان يفضل معاكي، والبرطمان التاني هتشيلي تاكلي منه بعد اسبوع. احلى طريقة لليمون. إيه معايا الليمون بتاعك طبعا اغسليه حلو ونضفيه كويس وعلقيه عليه في ميه ينغلي من غير ملح بدون اي حاجة. ياخد غلوة واحدة على النار، غلوة واحدة تقومي جاية شايلاه مصفياه. خلاص المية بتاعته هي اتعملت عليه، مجرد ما يغلي غلوة واحدة تقومي جاية شايلاه. طب لو انت عايزاه يقعد معاكي رمضان ما تخليش المية تغلي. خلاص دي خلاص تغلي تقومي جاية طافية عليه ومصفياه برده، ما تسيبهوش فوق عشان خاطر ما يكملش سواه في المية. كأنك بس بتحطاه في مية درجة حرارتها عالية شوية. طبعا هنا صفيت طبعا الليمون بتاعي لسه البخار طالع منه اهوت واضح. هتقومي جايبه ملح الخشن بتاع المخلل ورشه عليه، ولو ما عندكيش ملح خشن بتاع المخلل عادي رش ملح من انت بتحدقي بيه الاكل بتاعك مفيش اي مشكله. هقوم رشه عليه الكميه اللي انا عايزاها. انا خدت حوالي قولي حوالي دولت 3 كيلو ليمون، خدت عليهم حوالي 6 معالق ملح، معلقه من بتاعه الاكل. قمت جاي رشه عليه وهو سخن ما استنيش يبرد. رشي عليه وقلبيه وسيبيه. قلبت كويس عشان خاطر ايه لو الملح ديت ميه السلق يا جماعه انا ما برميهاش، لان ديت اللي هتحفظ لي الليمون فتره طويله. خلاص انا خلصت كده. اسيبه بقى لتاني يوم. لازما التركه دي لازما تسيبيه لتاني يوم عشان يكون شرب من الملح ونزل الميه المره اللي فيه. طبعا جايبه ب5 جنيه عصفر على حبه البركه من عند العطار. دول ب5 جنيه يا جماعه. اهم حاجه حبه البركه بتديله طعم وريحه ونكهه والوان كده كتير مع بعضها. طبعا الفلفل اللي انا مخرطاه على الوش ده عشان انا ما عنديش شطه ونسيت للاسف اجيب شطه معايا من السوق. بس كايه كحركات كده والوان بحيث ان برطمان الليمون تلاقيه شكله يفتح النفس. طبعا قمت جايه رش عليه العصفر حوالي معلقتين 2 عصفر، طبعا ب5 جنيه ده كتير. وكنت الهريسه اللي انا كنت عاملاها معاكم ومخزناها معاكم هاخد منها برضو معلقتين، دي حراقه جدا على فكره لو مش عايزاها حراقه تقدري ان انت تبدليها بهريسه بارده مفيش مشكله. طبعا هو حالا برد اصلا لان ده احنا كنا بقى تاني يوم. هبدا ان انا اقلبه كله كويس مع بعضه. انا سايباه كده من امبارح على الرخامه يسقى ننزل كل. شفتي هوريكي حالا ازاي تعرفي انه مستوي جميل. ولو عملتيه كده وافرضي ان انت عايزه تاجليه شويه وما ما تاكليش منه دلوقتي، تقومي بعد ما البرطمان تجهزيه وتحضريه وتخليه زي الفل تقومي مدخله التلاجة على رف التلاجة في الاخر كده وتسيبيه هيفضل معاكي رمضان. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوه؟ والله ولا اجدع بتاع مخلل. طبعا ده البرطمان بتاعي. هبدا ان انا ايه احطه فيه بقى ايه كله طبعا هو عليه الملح وعلى العصفر وعليه هريسه الشطه وعليه الفلفل. ويسلم لو عندك جزريه وبشرتيها بيبقى عليه شويه تحابيش، والله بنقعد نغمس التحابيش دي قبل الليمون. وفي ناس بتحبه معصفر وفي ناس بس انا بفضل الطريقه دي بحسها اسهل واسرع في الاكل. يعني لو حبيت افتح منه واكل منه بعد اسبوع 10 ايام زي الفل. عايزه تاجليه شويه اجليه حطيه على رف التلاجة وسيبيه زي الفل برضه. طبعا هنخلص دوت هبدا ان انا اعبيه كله بقى. اهم حاجه تحاولي على قد ما تقدري تطلعي في كل فراغات الهواء ما تسيبيش هواء في البرطمان. ابدأي رصي حلو عشان الليمون ياخد منك الايه. بضغط عليه بس بضغط عليه انا بحرفانه حبه عشان برضو ما فعصوش في ايدي، في واحد فاصل بس مش مشكله فداي. خلاص خلصت كل الكميه بتاعتي. طبعا الصفرة باينه والخضرة باينه. احط بقى التحابيش بتاعتي كل اللي انا حطاها دي لان دي بقى اللي بتدي الطعم والجمال اللي انت هتشوفيه دلوقتي. طبعا كنا فكرتك في اول الفيديو ان احنا مش هنرمي ميه السليق، هتسيبها. سيبيها زي ما هي، هناخد الكميه اللي احنا محتاجينها منها والباقي ارميه. شفتي تقومي بقى ساقيه منه الليمون بتاعك بقى. دي بقى اللي هتحفظ لك الليمون لسنه قدام في التلاجة. ولا هتعوزي تحفظ ولا هتعوزي اي حاجه. اوعي ترميها. طبعا هقوم ملياه بقى لحد ما ياخد مني الميه اللي هو محتاجها كلها. وهقوم حاطه على وشه شويه زيت وقافله البرطمان بتاعي. كل يوم بقى تمسكي البرطمان بتاعك تقومي جايه قلباه يوم على الوش يعني توقفيه على دماغه كده. تاني يوم تقومي عدلاه. تاني يوم تقومي قلباه حوالي 3 4 ايام كده ايه داخله طالعه كده في المطبخ عماله تقلبي في البرطمان بتاعك كانك بتعذبيه.
للهدف منه ايه؟ ان هو يطلع كل الهواء اللي في البرطمان عشان الليمون بتاعك ما يعفنش منك. خلصتيه، عايزه تفتحي منه بعد اسبوع تاكلي، سيبيه على الرخامه زي ما هو. عايزه تعينيه في التلاجة ودخليه، هيقعد منك لرمضان، وبعد رمضان كمان هتطلعيه كأنك لسه عامله الليمون. طبعا احنا كنا طبعا حاطين له الملح بتاعه، ما تضيفيش اي ملح تاني. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوه؟ والله برطمان زي ده يسوى له قد ايه. مم. تحفه يا جماعه، وهيفضل تجربي بس اعتمد الطريقه دي وهتعجبك قوي. اهم حاجه تعملوا متابعه القناه، ناس كتير بتتفرج وما بتعملش متابعه القناه. انتوا زعلانين مني في حاجه يا جماعه؟ خلصنا كده وقفلناه، وانت داخله طالما على المطبخ كده افضلي اقلبي فيه 3 4 ايام بحيث ان كل الهواء الفراغات اللي فيه تطلع منه.